السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا ومتابعينا من كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. الورنيش وأنواعه واستخداماته ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. خليكم معانا. أول نوع هنتكلم عنه النوع الأشهر البوليوريثان الشفاف أو الورنيش الزجاجي. ده بيستخدم في الفينش الخارجي للأخشاب، تمام؟ سواء متشطبه دوكو او متشطبه اسطر، صبغات اسطر، ده اللي اقصده، تمام؟ بيدي طبقه رقيقه وشفافه ولامعه وقويه جدا، اشبه بالزجاج، عشان كده اتسمى الورنيش الزجاجي. ده بيبقى عباره عن جزء للورنيش وجزء للمصلب، بيتخلطوا على بعض بالنسبه اللي بتبقى متحدده على كل نوع. ممكن 1:1، في نوع تاني 1:2، في 3:1، حسب المواصفات اللي مكتوبه على كل عجوه. طيب السعر، احنا مش هنتكلم على اسعار في الفيديو بتاع النهارده، لان طبعا الاسعار اسعارها ما هي ثابته اليومين دول. لما الاسعار تثبت ان شاء الله هنحدد لكم اسعار كل المنتجات دي. طيب ده بالنسبه للنوع الاول. النوع الثاني وهو البوليوريثان الابيض. هو نفس المنتج الا انه لونه ابيض. ده بيستخدم برضه في التشطيب الخارجي للاخشاب اللي انا مشطبها، اللي انا عايز التشطيب بتاعي يبقى لونها ابيض. هل في قابليه ان انا الونه؟ ممكن نلونه، لكن بيفقد من فاعليته الى حد ما، تمام؟ برضه النسبه بتاعته بتبقى مكتوبه على العبوه. ده المصلب وده الورنيش نفسه. النوع اللي بعد كده وهو شفاف برضو، ده ورنيش اكريليك، برضو زجاجي وشفاف، حاجه اعلى من البوليوريثان، تمام؟ بيتم خلط المصلب مع الورنيش برضو بنفس النسبه اللي متحدده، وفي الغالب بيبقى 2:1، 2 ورنيش 1 مصلب، تمام؟ نيجي للانواع اللي بعد كده. ده ورنيش بيستخدم في تلميع الدواخل بتاعة الموبيليا، زي الرفوف او جنب الدولاب من جوه او ظهر الضرفه، من الاخر ده للدواخل، تمام؟ الريحه بتاعته بتبقى نفاذه شويه، وبيتم دهانه ممكن بالايد وممكن بالفرشه. بالايد يعني ممكن بحته قطن او بقطعه شاشه، تمام؟ برضو من ضمن الورنيش للتشطيب الخارجي اللكر، وطبعا يعني غني عن التعريف، نوع لامع جدا من الورنيش وبيدي نعوميه وسطح الملمس بتاعه ناعم. منه نوعين، النوع الغامق والنوع الفاتح. الفاتح يعني قريب الى حد ما من اللون الابيض الشفاف، انما الغامق بتاعه بيميل الى الاصفرار. ده للتشطيب الخارجي، تمام؟ وكنا اتكلمنا عنه قبل كده في كذا فيديو لما خلطناه على البودره الذهب او الفضي، وعملنا منه الالوان الميتاليك، تمام؟ والنوع الاخير، وكان هو تقريبا سبب تصوير الفيديو بتاع النهارده، الورنيش المط. الورنيش المط زي ما حضراتكم شايفين بيتباع كيلو جاهز او جالون جاهز او سايب زي كده. ممكن اشتري من التاجر ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، زي ما انا عايز وعلى قدر الاحتياج، تمام؟ طيب المط ده يا جماعه فيه منه 3 انواع. المط نفسه يعني الورنيش نفسه اللي هو اسمه مط فيه منه 3 انواع. اول نوع النوع اللامع، بيدي لمعه، صحيح ما هيش لمعه قويه تقارب لمعه اللكر، لكن اللمعه بتاعته بتبقى واضحه. طيب النوع الثاني النصف لامع، زي العبوه ديت، لو حضراتكم هتلاحظوا مكتوب هنا اهوت نصف لامع، يا رب تكون واضحه، تمام؟ والنوع الاخير النوع المطفي، ده زيرو لمعه، ما بيبقاش فيه اي لمعه نهائي. وفي بعض الناس بتحب الفينش الخارجي بتاع المشغولات، سواء تري، سواء ترابيزه، سواء كذا او كذا، بيحبوها مطفيه، فده وظيفه المط، تمام؟ يبقى احنا عندنا من المط، من الورنيش اللي اسمه مط، لان ده يعتبر ورنيش من ضمن انواع الورنيش، تمام؟ وده برضو للفينش الخارجي. طيب له استخدامات تانية؟ له استخدامات تانية. ممكن استخدمه كبطانة،
بعد ما بدي المعجون بتاعي واديله البوليستر او اديله السيلر. لو انا عايز اديله درجه نعوميه ممكن ارش طبقه من المط واصفيها، يعني انعمها كويس، بيديني ملمس ناعم وفي نفس الوقت بيعطي قابليه ان انا ارمي عليه البوهيه بتاعتي سواء صبغه او دوكو، يمتصها ويحتفظ بيها، والفينش بتاعه بيبقى عالي جدا، غير ان الملمس بتاعه ناعم جدا. تمام. يبقى عندنا من الورنيش المط 3 انواع: اللامع، النصف لامع، والمطفي الزيرو لمعه. تمام. لان في احد النقاشات مع احد الاشخاص المحترمين الباشمهندس وليد قال لي مفيش حاجه اسمها ورنيش مط، يا ورنيش يا مط. يا سيدي الفاضل يا باشمهندس، ده نوع من انواع الورنيش، ورنيش اسمه ورنيش مط. تمام. كيلوات سايب، 3 انواع: لامع، نصف لامع، ومطفي. طبعا كل ما سبق ذكره من انواع الورنيش ديت بيتم التعامل معها بماده التنر، يعني التخفيف بتاعها بماده التنر. طيب بالنسبه للبروتان الزجاجي او البوليوريثان الزجاجي او البوليوريثان الابيض، احنا بنحط عليهم مقدار بسيط جدا من التنر. تمام. يعني لا يكاد يتعدى ال 20 30 جرام عشان الورنيش نفسه ما يفقدش الخواص بتاعته. تمام. لان انا عايز ارمي طبقه لما بتتصلب بتبقى طبقه سميكه وفي نفس الوقت صلبه، فحته ان انا ازود عليها تنر انا كده بفقد الماده للخواص الفعاله بتاعتها. تمام. كل ما سبق ذكره بنتعامل معاه بالتخفيف بالتنر. تمام. طب في انواع تانية، في انواع تانية احنا ما اتكلمناش عنها، احنا بنتكلم عن الانواع الدارج استعمالها في السوق المحلي، مش هنجيب سيره التيك اويل، مش هنجيب سيره الفلوت، مش احنا بنتكلم عن الانواع الدارج استعمالها في السوق المحلي هنا عندنا. تمام. وديت انواع انا اشتغلت بيها كلها، ومعظم الشركات تقريبا جربتها. لو حابين ان انا هنصحكم طبعا بال يعني الاسعار اللي معقوله هتلاقوها في التي ار، يليها الفيوليت. النوعين دول يعني من افضل الانواع بعد الكبسي. الكبسي طبعا اسعاره فلكيه. تمام. بس انا بتكلم على وجه العموم، انا جربت تقريبا معظم الشركات، ما ارتحتش في الشغل الا في شركه التي ار، شركه الفيوليت. شركه بالم في بعض المنتجات ما ظبطتش معايا، لكن على المجمل معظم الحاجات اللي موجوده في السوق دلوقتي منتجات الحمد لله الى حد ما منتجات كويسه جدا جدا جدا. تمام. ويا رب المستوى يفضل على هذا الوضع. وبس كده يا جماعه، خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب تكون وجهه النظر وصلت لك يا باشمهندس وليد. احنا في الاول وفي الاخر بنتعلم من بعض، مفيش حد مننا اتولد وعنده العلم الكامل او المعرفه الكامله، كلنا بنتعامل مع بعض. ممكن يكون المفهوم كان مفهوم خاطئ عند حضرتك، واتمنى ان اكون قدرت اوصل المفهوم الصحيح عند حضرتك. لكل بلد او لكل محافظه لغه معينه ولهجه معينه في استخدام بعض المسميات للمواد والخامات والبويات والحاجات ديت، فممكن حضرتك ما تكونش اتعاملت مع النوعيه ديت، ممكن حضرتك يكون المفهوم وصل لحضرتك غلط. وفي الاخر يعني اتمنى ان الفيديو كان عجب حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا بالدعاء، ولا تنسوا اهل غزه من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.